تخيل انك ريكروتر في شركه كبيره واتطلب منك انك تعين السيلز تيم بتاع الشركه، وفعلا انت عملت كده وجبت 15 شخص يشتغلوا جوه السيلز تيم، قعدوا 3 ايام ومشيوا. تفتكر ده ليه حصل؟ اكيد الناس دي ما عندهاش السكيلز والنولج اللي تاهلها ان هي فعلا تشتغل في شركتك. في كورس انترفيوينج سكيلز هنتكلم ان انت ازاي تبريبير نفسك كويس قبل الانترفيو، وازاي كمان تختار الاسئله المناسبه لكل انترفيوي. ممكن تحكي لي موقف من شغلك القديم قدرت ان انت تحل مشكله عميل ومديرك ما كانش موجود وانت اللي اضطريت تاخد القرار؟ اي حد داخل يعمل انترفيو بيبقى ستريسد، هياخد الشغلانه مش هياخدها، فدورك كانترفيور ان انت تحاول تخليه ريليف الاستريس ده. ما ينفعش ان انت هوب يلا مره واحده انا داخل اعمل انترفيو. لازم تبقى متراجع فعلا الجوب ديسكريبشن، عارف انت اصلا ليه بتعمل انترفيو. جوه الانترفيو لازم تكون فريندلي مع الكانديديتس، لان ده هيريحك وهيريح الكانديديت جوه الانترفيو. انا محمد طارق، اتش ار بزنس بارتنر سيكشن هيد، هكون معاكم في كورس انترفيوينج سكيلز على كارير 180.